السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبنا سنة رابعة. النهاردة معادنا مع اسئلة امتحانات الادارات على الدرس الاول ادوات تحديد المواقع. واسئلة امتحانات الادارات يا حبايبي معناها الاسئلة اللي جت على الدرس ده في امتحانات السنين اللي فاتت بتاع سنة رابعة، فبتكون اسئلة مهمة علشان نعرف اسئلة الامتحان بتيجي ازاي في الامتحان. السؤال الاول معانا بيقول لاحظ الخريطة المقابلة واكتب مدلول الارقام عليها. عامة السؤال الاول في معظم الامتحانات بيكون سؤال الخريطة وبيكون سؤال سهل جدا. طيب مديني هنا الخريطة وبيقول لي قول الرقم ده معناه ايه. يشير رقم 1 على الخريطة الى، نبص كده على رقم 1 هنا على الخريطة. هنا رقم 1 السهم كده اخره فين هنا، يبقى بيبص على مين ده بقى؟ طبعا ده مين؟ ده مفتاح الايه؟ الخريطة اللي هو فيه الرموز والالوان. طيب يشير رقم 2 على الخريطة الى، فين رقم 2؟ اللي هو فوق ده كده طبعا وماشي كده بالعرض، يبقى دوائر ايه؟ عرضية، اللي هي طبعا ايه؟ دوائر العرض. يبقى دوائر العرض او ايه؟ دائرة عرض. طيب رقم 3 يشير رقم 3 على الخريطة الى، رقم 3 هنا السهم اخره كده عند الخط اللي تحت ده اللي هو فيه الارقام، ده طبعا اسمه ايه؟ اسمه مقياس الرسم. السؤال اللي بعد كده بيقول اختر الإجابة الصحيحة. هنختار من الإجابات اللي مديها لنا. إذا أردت حساب المسافة، أنا هكمل بس من غير ما أكمل، أول ما نشوف المسافة خلاص حفظنا المسافة اللي هو إيه؟ كله هيقول إيه؟ طب نكمل وبعد كده أقول بين محافظتي. لو أنا عايزة أحسب مسافة بين محافظة القاهرة والجيزة في الطبيعة في الحقيقة، المسافة دي همشي قد إيه علشان أوصل؟ هروح أبص بقى على مين؟ على عنوان الخريطة، ولا هبص على مقياس الرسم، ولا مفتاح الخريطة، ولا وردة البوصلة؟ مين يعرفني المسافة؟ مقياس الرسم. برافو عليك، كنت عارفة ان انتوا هتقولوا كده، مقياس الايه؟ الرسم. السؤال اللي بعد كده توضح الاتجاهات الأصلية والفرعية. طبعا من غير ما نكمل كلكم عارفين طبعا الإجابة. وتساعدنا في تحديد موقع معين على الخريطة. مين اللي بتعرفنا الاتجاهات الأصلية والفرعية؟ وردة البوصلة، ولا عنوان الخريطة، ولا مفتاح الخريطة، ولا مقياس الرسم؟ طبعا وردة البوصلة. السؤال الثالث بيقول اكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ. يعني أنا ممكن أعمل علامة صح أو خطأ، بس يعني هو طالب مني أكتب صواب اللي هي صح، أو أكتب كلمة خطأ اللي هي غلط، فأنا هكتب هنا صواب أو خطأ. رقم 1 تستخدم الأقمار الصناعية في التقاط الصور الجوية. لما أخد صورة جوية بستخدم الأقمار الصناعية، طبعا خطأ. بستخدم الايه؟ الطائرات، أو ممكن إن الأقمار الصناعية أقول إن هي بتلتقط الصور الفضائية، يبقى الإجابة هنا فيها ايه؟ حاجة خطأ، يبقى أنا هقول ايه؟ خطأ. إذا أردت معرفة موقع مدينة القاهرة على الخريطة، عايزة أعرف مكان مدينة القاهرة فين على الخريطة، هننظر، فإنك تنظر إلى مقياس الرسم. عشان أعرف مكان مدينة القاهرة أبص على مقياس الرسم؟ لا طبعا، لأن مقياس الرسم ده بيحدد لي المسافة مش موقع المكان نفسه، يبقى الإجابة هنا إيه؟ خاطئة. طيب يستخدم مقياس الرسم في تحديد الاتجاهات على الخريطة. مقياس الرسم هو اللي بيحدد لي الاتجاهات الأصلية يعني والاتجاهات الفرعية. طبعا إجابة ايه؟ خاطئة، لأن مقياس الرسم بيساعدني في الايه؟ في المسافة، أما اللي بيحدد الاتجاهات فدي وردة الايه؟ البوصلة. إذا أردت رسم خريطة تفصيلية لجزء من مصر، عايز ارسم خريطة تفصيلية بدقة، اكثر تفصيلا ودقة زي ما فهمنا، فانك تعتمد على الصور الجوية. طبعا صح، الصور الجوية اكثر تفصيلا ودقة، يبقى انا هستخدم ايه؟ صور جوية، يبقى الاجابة ايه؟ صواب. صواب يعني ايه؟ يعني صح. السؤال الرابع بيقول اكمل. هنا هكمل بقى الاجابة من عندي. الجهة المقابلة لجهة الغرب
المقابلة يعني اللي قصادها، هنا عندي الغرب، يبقى اللي قصادها مين؟ الشرق، يبقى اللي قصادها مين او المقابلة ليها؟ جهة الشرق. رسم توضيحي لسطح الارض او جزء منه، ده تعريف مين؟ هي مين طبعا؟ دي هي الخريطة. رقم 5 اجب عما يأتي. في اسئلة واحنا هنجاوب ايه عليها عادي خالص. حدد سببا واحدا، كأنه بيقولك بما تفسر لأهمية رسم وردة البوصلة. اديني سبب نستخدم عشان وردة البوصلة بنستخدمها ليه؟ قولي السبب علشان نعرف منها مين ومين. برافو عليكم، الاتجاهات الأصلية والفرعية. يبقى لتحديد أو معرفة الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية. طيب اكتب تفسيرا لأهمية الخريطة للفلاح. قولي ليه الخريطة مهمة للفلاح؟ بتساعده في ايه؟ لأنها تساعده في تحديد ملكية الأرض الزراعية. بكده يا حبايبي نكون حلينا مع بعض أسئلة امتحانات الإدارات على الدرس الأول. استنوني في الفيديو الجاي نحل مع بعض أسئلة اختبر نفسك، فلازم تكونوا مستعدين جدا وتذاكروا كويس جدا علشان انتوا اللي هتجاوبونا الأسئلة. استنونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.